حط شخص في بالك ويلا بينا كده ناخد لك رسايل منه أيا كان برجه. رسايل من حبيبك. الرسالة الأولى بيقول لك ما تاخدش قرار وانت غاضب مني، وما تبعدش عني وانت متضايق أو في لحظة ان انت متضايق. ما تلومنيش على اللي حصل. والله هما بيقولوا لك انت دلوقتي محتاج تقعد لوحدك مع نفسك عشان تعرف تقرر هل هتكمل مع الشخص ده ولا هتبعد. محتاج تقعد مع نفسك عشان تاخد القرار ده. بيقول لك عندك معجب سري، في حد فعلا بيحبك ولسه ما اعترفلكش بالحب والمشاعر. الشخص ده هيعترف لك خلال اسبوع من وقت سماع الفيديو ده. هيقول لك سكرت ادماير، في حد معجب بيك فعلا وبيحبك وعايزك. بس واضح ان في حد في طاقتك مشتتك، انت مش عارف تبعد عنه ولا لا او تقرب منه. بيقولوا لك ما تلومش نفسك لو دخلت في قصة فاشلة أو تعبت فترة أو قلبك اتملى بطاقة حب مظلمة بسبب شخص سيء دخل حياتك. انت كده كده لما بتمر من حياتك من مرحلة للتانية مش بتحمل حاجة غير شوية ذكريات، فخد الذكريات الحلوة احتفظ بيها وارمي الذكريات السيئة ورا ظهرك وتعلم الدرس. بلاش تاخد قرارات وانت حزين وانت متشائم برضو، ونظف نفسك من المشاعر السلبية، وبطل تحكم وانت في حالة حب وهيام ومشاعر، لان في الغالب هيبقى حكمك غلط. لما تلاقي حالتك مسيطر عليها المشاعر ما تاخدش قرارات. انت محتاج تضحك شوية اللي بتسمعني مع حبيبك وتغير مودك، لان بقالك فترة طويلة قوي زعلان، والشخص ده هو كمان مشتاق ان هو يضحك معاك ويقضي معاك وقت لطيف وتمرحوا وتضحكوا مع بعض. الضحك هو أفضل علاج ليكم، ولو انت زعلان منه قوي اقعد واتكلم معاه، ولما تضحك معاه ممكن نظرتك ليه تتغير. تراست. ممكن مفيش ثقة بينك وبين الشخص ده وهو ده اللي مبوظ العلاقة، لكن لو انت وثقت في حبك ووثقت في القصة هتتطور للأفضل، والشخص ده فعلا بيحبك وعايزك وفي انجذاب جسدي قوي ما بينكم، بس انت آمن بالقصة. ايه المطلوب منك تعمله في الوقت الحالي؟ اسأل قلبك وهتلاقي إحساسك هو اللي بيدلك عن ايه اللي المفروض تعمله في الوقت الحالي. في بداية جديدة، نيو ادفنجر، مغامرة جديدة، والماضي دلوقتي خلفك. انسى الماضي وانطلق للأمام. في قلبك هينبض بالحب وهيكون طاير من الفرحة زي زمان. اتفائل. اكتب في الكومنتات 3 سبعات لاستقبال طاقة الحب ورسائل الحب.